قالها الكابتن صالح سليم، الكل يطيع وامام عاشور الاسطوره امام عاشور فوق الجميع. الموضوع خلصان يا جدعان، انتوا مش تنازلتوا عن المبادئ والقيم والاخلاق؟ البسوا بقى. انا بصراحه بفكر كتير، يعني بقعد افكر مع نفسي، بقول الناس دي ازاي قبلت على نفسها انها تتشتم برموزها وتتشتم بامهاتها وتتشتم بتاريخها وتجيب لاعب لمجرد ان هي محتاجاه او ان هو لاعب جامد. بجد بحاول استوعبها، مش عارف. بفكر مع نفسي كتير فمش عارف، فحاولت اقول الناس دي ايه مبررها، الناس دي بتفكر ازاي اصلا. لا وفي حاجات كتير بتضحك، زي ان انت تيجي تبص على الغرامات. اكبر غرامات في النادي الاهلي كانت على لعيبه الزمالك، اللعيبه اللي هم واخدينها من الزمالك وشاط حراقين، اللعيبه اللي طالعين بيها السما عشان حراقين بالنسبه لهم. كهربا خد مليون في مليون، وامام خد مليون في مليون ونص. انت متخيل الفكره؟ اكبر غرامات على اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي كانت اللعيبه اللي جايه من الزمالك اللي انتوا عاملين بيها شاط وحرقان. والله العظيم ده بجد اكبر غرامات في تاريخ النادي الاهلي كانت على لعيبه الزمالك اللي هي جايه من الزمالك، اللي هو كهربا شاط حراق ده ونيني ني والحاجات دي، وامام عاشور الاسطوره امام عاشور اللي كسر عين الاهلي وكسر عين رموزه وكسر عين جمهوره. ده اللي حصل فعلا. يعني انا مش بجيب حاجه من عندي، والله ما بجيب حاجه من عندي يا جدعان. يعني انا ما عملتش حاجه، يعني قالها صالح سليم، الكل يطيع والاسطوره امام عاشور فوق الجميع يا ولاد ما طبيعي يا جدعان، طبيعي الراجل ده شتمكم باهاليكم وشتمكم بامهاتكم وشتمكم برموزكم. نسيب رموزكم على جنب يا عم، ده شتمكم بامهاتكم. انت متخيل الفكره؟ والله العظيم انا ما عارف هم بيفكروا ازاي او شايفين نفسهم ازاي. والله العظيم ما عارف هم شايفين نفسهم ازاي. بحاول استوعب كده، هي الناس دي، يعني الناس دي شايفه نفسها كويسه، شايفه نفسها ان هم بتوع مبادئ وقيم والحاجات اللي بيقولوا عليها دي. للاسف بكتشف ان هم شايفين نفسهم كده. يعني هم مش عارفين ان هم متهزقين ومكسور عينهم، ومكسور عينهم من حته عيل. امام عاشور حته عيل. امام عاشور ده لما مشي من الزمالك وحب يرجع تاني، لما مشي من الاحتراف، رجع من الاحتراف كده وجاي يرجع على الزمالك، راح النادي بيتمرن لوحده، ولا حد بيسأل فيه يا جدعان عايز ارجع، ولا حد بيعبره يا جدعان ابوس ايديكم عايز ارجع، ولا حد بيسأل في امام عاشور. ده حتة عيل، هنسأل في مين يا جدعان؟ ما احنا مش لعبة في ايدك يا فندم تقول لي عايز امشي ونتحايل عليك يا ابني اقعد، يا ابني اقعد هنا احسن يا ابني. لا انا عايز امشي، اديك غرت في داهية. رجع لي تاني ليه؟ رجع لي انا تاني ليه؟ ادفع فيك 3.5 مليون دولار ليه يا اخي؟ اجيبهم منين اصلا؟ حتى لو معايا مش هدفعهم فيك، ما انا مش لعبه في ايدك يابا، انا نادي الزمالك اكبر من اي حد. مين امام عاشور ده يا جدعان؟ امام عاشور ده في النادي الاهلي بس، يعني امام عاشور اسطوره امام عاشور موجوده في النادي الاهلي وبس، مش موجوده في حته غير النادي الاهلي. انت مين يا ابني عشان اسال فيك بجد؟ اسطوره امام عاشور موجوده في الاهلي وبس، مش موجوده غير في الاهلي. والكلام ده من ايام كهربا، عملوه اسطوره وفي الاخر عطوه الصابونه وزحلقوه.